السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة بقى جايبه لكم فلوج جديد من مرسى مطروح، واحلى شاطئ عائلي ينفع للاطفال. حلو جدا، البحر مفهوش موج، ومتهيألي الشاطئ ده جديد، اسمه شاطئ اللاجون، تبع القوات المسلحة. حاجة كده نظيفة جدا ومنظمة جدا، وامان طبعا للكبار وللصغيرين ولكل حاجة، يعني تبقى انتي قاعدة فيه مطمنة. بصوا بقى كده نظرة سريعة، اقول لكم على الاسعار بتاعة القعدات فيه. هو دخول العربية تقريبا 20 جنيه او 15 جنيه، الباركنج بتاع العربيات. الكراسي اللي هي على البحر دايركت، بصوا البرجولة دي، او يعني لو انا بقولها صح، ب400 جنيه. ماشي، ملناش دعوه بيها خالص دي. الكراسي اللي هي على البحر دايركت دي ب250 جنيه او ب200 جنيه، شمسية وكراسي وترابيزة. اللي هي اللي احنا شفناها اللي هي تاني درجة على البحر، اللي احنا كنا قاعدين فيها، دي عبارة عن 4 كراسي وترابيزة. كراسي حلوة كده، عاملة زي كراسي الانتريه. دي كانت ب150 جنيه، دي كانت حلوة جدا. ده جسر كده في نص البحر، ممنوع طبعا الطلوع عليه. انا بس استأذنت، وهو قال لي ليكي 5 دقايق تصوري بس. بصوا المية مفيش موجة، امان جدا للاطفال. عايزه اقولكوا دخلنا جوه قوي كده، لقينا نفسنا ماشيين على رجلينا في طول، يعني مفيش عمق ابدا، مفيش خوف على الاطفال. زي ما احنا قلنا، هو شاطئ صغير شويه محدود، بس هو نضيف قوي قوي ومناسب للاطفال. مقفول كمان، يعني بحر مقفول مش بحر مفتوح، ان انتي تبقي قاعده خايفه من موج من حاجه. لا، هو جميل جدا وفي فقرات حلوه قوي، تعالوا نشوفها مع بعض. اول حاجه، في دي جي وفي ستيج زي ما احنا شايفين. كان في ماتش ساعتها فرنسا والمانيا، هيتذاع الساعه 9 بالليل، كانوا بيجهزوا له. ده بقى بيلعبوا الكراسي الموسيقيه. عايزه اقول لكم اطفال وكبار وصغيرين وكله لعب. روح حلوة جدا، فقرات جميلة جدا جدا، مسلي وممتع. مش مجرد ان انتي رايحة مثلا تستمتعي بشاطئ وتنزلي بحر وتلعبي على الرمل والجو التقليدي ده، لا، ده مشغلين اغاني والاطفال مبسوطين جدا فيه. انا بصراحة استمتعت بالشاطئ ده جدا جدا، حلو اوي، تجربته حلوة جدا. اول حاجة عملوا فقرة كراسي موسيقية للبنات، ودي تاني فقرة للاولاد. وعايزة اقول لكم بقى، الراجل اللي بيعلق، انا مش عارفه هو برضو يعني تبع القوات المسلحه، مش عارفه هو يعني ضابط ولا هو شغال هناك ولا ايه، مش عارفه. بس هو ليه هيبه كده ودمه خفيف قوي. كل شويه لما حد يشكك في ان هو مثلا بيخم، او مثلا يعني منحاز لحد ضد حد، يقول ايه: العداله ثم العداله ثم العداله. ليه جو كده وليه تعليقات، يعني تحس ان هو بيتكلم بجد بس هو بيضحك، يعني هو بيهزر. لا لا، المكان دمه خفيف. انا كان نفسي اروح يوم تاني، بس حبينا ان احنا ايه نغير، نروح شاطئ تاني عشان نستكشف. عايزه اقول لكم بجد بجد، مرسى مطروح السنه دي رهيبه غير اي سنه، فيها تصليحات وفيها تطورات جميله جدا جدا. احنا لسه في اول الصيف اهو. عايزه انصح اي حد لسه مش عارف هيصيف فين، اجري على مرسى مطروح. والله العظيم بجد، مصيف فوق الرائع السنة دي. من مناظر كنا زمان نقول مرسى مطروح بحر بس، لا، مرسى مطروح كل حاجة السنة دي، ما شاء الله ما شاء الله، جميلة جدا. بحر وخروجات وفسح، وبقت عمرانة وونس، وفيها كل حاجة، ومحلات، وأشيك محلات ملابس، وأشيك محلات يعني كل حاجة كل حاجة، عطارة وتوابل وملابس وشوزات وشنط، مستويات لا، والحاجات كمان ارخص من القاهرة، وحاجات مميزة عن القاهرة. يعني مش مجرد ان انتي رايحة تصيفي وبتبقى حاجات شعبية، لا، والله حاجات جميلة جدا واسعارها حلوة جدا. واهل مطروح ناس طيبين، مفهومش تناكة، مفهومش مثلا ان انتي تبقي ماشية مثلا حاسة ان انتي مثلا ممكن حد يسرقك. وطبعا في كل مكان فيه الحلو وفيه الوحش، بس انا بكلمكم عن التجربة اللي انا عشتها.
لا، ناس كويسة جدا جدا جدا، متعاونة معاكي جدا. عايز تسأل على حاجة، تايه في مكان، بيدلوك من غير اي مقابل. لسانهم حلو من غير اي مقابل، مش هنقول عشان بيشجعوا السياحة، لا، هما ناس طيبين يعني. من اول بياع غزل البنات لحد اكبر حد ممكن تقابله، او اي حاجة يعني. يعني مثلا الناس اللي بتوع الشماسي مش بيختلفوا معاك في حاجة لو هتنزل معاهم حاجة. انت نفسك هتحس انت عايز تراضي كل الناس عشان الناس كلها متعاونة معاك. دي تاني حاجة. الانسات بقى يعني عملوا اطفال بنات لوحدهم الاول، وبعد كده اطفال صبيان لوحدهم. وعايزه اقول لكم اللي كسبوا في البنات والصبيان اللي واقفين هناك دول، البنوته والولد السمر اخوات. يعني البنت فازت في ال في المسابقه بتاعه البنات، واخوها فاز في المسابقه بتاعه الاولاد. ودول بقى الانسات. فقرات جميله ومسليه، وضحك ضحك ضحك، وتحسوا ان هو بيكلم كل واحد في مكانه. المعلق يعني اللي هو اللي بيتكلم ده، بيكلم كل واحد في مكانه. وكان في مسابقات تانية بس ما نفعتش. يعني في مسابقة ملكة جمال الشاطئ من الأطفال، بس ما نفعتش لأن الأطفال دي كانت تقريبا عايزة سنة سنة ونص. هو الشاطئ الجديد اللي أنا عرفته بعدها، فيعني تحسوا ان هو بيعمل الفقرات دي بيجذب الناس. لدرجة ان انا فعلا بقولكم كنت عايزة اروح والله تاني يوم، رغم ان المية للأطفال يعني ما تشجعش الكبار قوي. لكن بصراحة البحر المفتوح مش عايز أطفال. يعني زي مثلا شاطئ الغرام. شاطئ الغرام ما ينفعش الأطفال نهائي. يعني هنتكلم عنه لما نيجي ساعتها. بس حصل فيه قدامي كذا حالة غرق قدامي. ربنا يا رب يسلم ويعافينا ويسترها على كل الناس. عايزة حذر شديد، عايزة حد يكون بيعرف يعوم كويس قوي. دي اخر حاجة بقى، البنوتات طبعا تشجيع مش قادرة اقول لكم، بس انا كاتمه الصوت لان في صوت جامد قوي قوي. يعني مش هتستحملوا ان انتوا تسمعوه. بس شايفين الناس فرحانة ازاي؟ مفيش اي تكليف. الناس مش الناس جاية تفك عن نفسها. سايبين بقى التعقيدات والمشاكل، ودي قالت ودي عادت والهم والنكد وكل حاجة وراهم، وجاي رايحين عشان يتبسطوا ويبسطوا ولادهم وبس. عايزة اقول لكم بقى، دي الفقرة بتاعت الكراسي الموسيقية بتاعت ايه الامهات، الناس اللي صحتها تعبانة زي حالاتي كده. وانا والعياذ بالله من كلمة انا لعبت معاهم الكراسي الموسيقية وبعون الله اول واحدة خرجت. اول واحدة خسرت وخرجت. طبعا هي تصوير مش واضح هنا قوي، الحمد لله ان هو مش واضح يعني. بس اتبسطنا يعني، الواحد حس ان هو رجع عيل تاني. ما لا، غيرنا جو بصراحة. يعني عايزة اقول لكم الجو كان جميل اليوم ده جدا. يعني ولا شمس قوي ولا ساقعة قوي اهو. الجو كان، لا الجو كان معتدل. كان في ايام الجو بالليل بيبقى تلج، بس تلج حلو. يعني في عز ما كان الجو في القاهرة درجة الحرارة 36 و38، انا خرجت اهو ما شاء الله عليا. طبعا سيبكم من الشياكة اللي انا فيها، يعني ما تركزوش في الشياكة اللي انا فيها. لابسة الطرحة على المايوه عشان بقى خلاص بقى وصلنا لوقت اللعب، فخلاص بقى. الحمامات هناك نضيفة جدا على فكرة. المية الشمس ضاربة فيها، فالمية مش ساقعة قوي. دخول الحمام ب2 جنيه. يعني ست غلبانة كده قاعدة على الحمام او على التويلت ايا كان يعني اسمه. بتراضيها ب2 جنيه، عايزة تراضيها باكتر والله هي تستاهل يعني. يعني منضفة الحمام بصراحة ومخليه زي الفل، مفهوش الهوا. في مطعم برضو هناك على البحر، مش عارفة انا صورته لكم، او ده المكان اللي انا بقولكوا عليه. الراجل اللي هو بيتكلم ده اللي هو لابس نضارة هناك، ايا كان بقى هو ظابط ولا يعني انا مش عارفة بصراحة، بس هو طريقة كلامه كده. هو ده اللي لابس نضارة سودا. في بقى هو المفروض ان هو بيحكم في حد حس ان هو منحاز لحد تاني، فهو بيحكم الراجل اللي لابس تيشيرت ازرق ده. ناس محترمة كلها. فهنا في جولة عادوها تاني عشان حسوا ان ايه في حد اتظلم، فايه هيفضل يقول العدالة ثم العدالة ثم العدالة. لما تروحوا وتلاقوها تعرفوا ان هو ده الشاطئ. في مطعم جنب التويلت برضو
اكله حلو جدا والله. السندوتش ب25 جنيه ومليان وطعمه جميل جدا بجد. يعني انا استغربت، انا قلت هو اي حاجه عشان البنات كانوا جعانين وكده، اي حاجه نجيبها تسد جوعهم وخلاص. بس انا دقت الاكل، لا طعمه حلو بجد ونضيف جدا. ناس، لا ناس بتشتغل بضمير. وعلى فكرة بإذن الله السنة الجاية واللي بعدها مرسى مطروح دي هتبقى حاجة تانية خالص. هي بس فيها حتت صحراء، لأن طبعا هي بدو وكده، فيها حتت صحراء وفيها أماكن عايزة تتظبط، هتبقى حاجة تانية. فتح فيها مولات، في مول اسمه مول أهل مصر. عايزة أقول لكم احنا كل يوم كل يوم كنا عايزين نروح عنده، مش عايزين نروح في حتة غيره. ده تحفة. انا عامله لكم عنه برضو فيديو حلو جدا بالتفصيل، مصوره لكم فيه اماكن حلوه قوي قوي هتعجبكم. آم، عايزاكم بقى لو وصلتوا معايا للحظة دي، يا ريت بقى تدوسوا معايا لايك كده واشتراك في القناة وتعليق حلو منكم كده، شجعوني وحسسوني ان انا افدتكم فعلا. بص دي مفيش بقى، ده غش غش بصراحة. الفقرة الجبارة، شايفين الكائن المرمي على الرمل ده؟ ده المفروض ان هو تمساح، انا اللي عاملاه، لان في بقى مسابقة احسن تشكيل على الرمل. فانا بقى ايه داخله بقلب جامد ومتخيله ان انا اللي هكسب، وعامله المفروض دي سلحفة. معرفش احمد جوزي كان بيقول عليها ترسة. وده ما شاء الله جسر فيه ميه بس هو مسدود شويه، هنجيب سباك يسلكه. ويعني تحسوا ان هي تمساح قلب على بورس شويه، يعني هو مدي على بورس اكتر. خلاص كده الفيديو خلص. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واستنوا مني فلوج تاني وخروجة تانية ومكان تاني في مرسى مطروح. تابعوني، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويدوس لايك واشتراك في القناة ويفعل الجرس وكومنت حلو منكم كده، وباي باي.